السلام عليكم وحلقة جديدة من Around the World. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الهوستلز، فالمرة دي هوريكم ازاي نحجز الهوستل من على booking.com. طيب ده الموقع، فبنكتب هنا اسم المدينة اللي احنا عايزين نروحها، وبعد كده دي التواريخ وعدد الناس اللي هتسافر، ومن هنا بنختار العملة واللغة. فخلينا نجرب مثلا على كوالالمبور ماليزيا وندوس سيرش. زي ما احنا شايفين في اوتيلات كتير وهوستلز كتير. طيب اختار ازاي؟ اول حاجه هنرتب اللوست برايس فيرست، يعني الرخيص اللي سعره ارخص حاجه هيبقى باين في الاول، واللي سعره غالي جدا هيبقى في الاخر. اوكي، لسه هيكون في عدد كبير قوي من الهوستلز او الاوتيلات موجود. فاسهل حاجه بنعمل فلتريشن. في انواع كتير قوي من الفلتريشن، كلها هتلاقيها هنا في الجنب الشمال ده. بس انا بالنسبه لي بختار الفلتريشن بريفيو سكور. الريفيو سكور ده اللي هو تقييم الناس لكل هوستل او لكل اوتيل. ف 6 بلس او 7 بلس من 10 ده مناسب جدا، فخلينا نجرب 6 بلس. فكده هيشيل اي حاجه واخده سكور اقل من 6. تمام تمام. بس تبتدي تقرا كده ايه مثلا الكويس او ايه السعر المناسب بالنسبه لك، فخلينا نختار مثلا ده. الاحسن ان انت تختار كذا واحد وتقرا عنهم قبل ما تبتدي تحجز. فاحنا هوريك ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها وانت بتحجز. فاول حاجه طبعا تشوف هو قريب من محطة قطر، قريب من مترو، قريب من الاتوبيس، قريب من المطار، قريب من مكان سياحي كده. الحاجات دي تبص عليها في الديسكريبشن هنا. وبعد كده تشوف ايه الامكانيات اللي موجوده في الهوستل ده. يعني في واي فاي، في فطار ببلاش، في بسين على البحر ولا لا. الكلام ده كله ده بيبقى في الفاسيلتيز هنا. وطبعا اهم حاجه تقراها هتبقى ريفيو ده اللي هو تقييم الناس اللي قعدت في الهوستل وكاتبين رايهم. فممكن تدوس على سي اول ريفيوز، هيبين لك كل تقييمات الناس وتقعد تقراها، هتبقى حاجه شبه كده يعني. وبعد كده ممكن ترجع تبص شوية على الصور، ان هما بيبقوا حاطين شوية صور، فممكن ايه تفهم اكتر او تتخيل اكتر شكل المكان اللي انت هتعيش فيه يعني هيبقى عامل ازاي. طيب، في كذا نوع من الاوض، وطبعا كل اوضة ليها سعر. ده على حسب هل انت هتاخد مثلا سرير في اوضة فيها كذا فرد، ولا هتاخد مثلا اوضة سنجل لوحدك. هل الاوضة دي فيها تكييف، فيها مروحة، فيها حمام ولا حمام مشترك. فهتلاقي اسعار، فانت تختار اللي يناسبك والسعر اللي ايه مناسب بالنسبة لك. هتلاقي هنا مثلا مكتوب breakfast included، فده معناه ان الفطار مش هتدفع اي حاجة زيادة. بعد كده free cancellation before 7 ابريل، يعني هو بيديك ان انت تحجز وسايب لك مثلا 3 ايام سماح، فترة سماح، عشان لو عايز تلغي الحجز ببلاش. فاحنا نختار واحد وبعد كده ندوس reserve. في الصفحة هنا أهم حاجة دلوقتي إن أنت تراجع إن البيانات اللي أنت مدخلها صح. التشيك إن ديت، التشيك أوت، إن في فري كانسليشن، دي مهمة جدا. بعد كده تدخل بقى بياناتك، اسمك والإيميل، ولو عايز تدخل رقم تليفونك. بس الخطوة الجاية المفروض إن أنت هتدفع بالكريدت كارد بتاعك. في هوستلز على بوكينج دوت كوم أو أوتيلات يعني على بوكينج دوت كوم ما بيحتاجش إن أنت تدخل بيانات الكريدت كارد خالص. بس تدخل ايميلك واسمك والحاجات دي ويتبعت لك ايميل، ولما تروح او تسافر بعد كده ساعتها هتستخدم الكريدت كارد او هتدفع كاش. بوكينج دوت كوم من المواقع السكيورد، فموضوع ان انت تحط بيانات الكريدت كارد ده ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. انا حطيت الكريدت كارد كذا مره وما حصلش اي مشاكل والحمد لله. فمحدش يخاف من النقطه دي يعني. ده كان فيديو سريع كده ازاي نحجز هوستل من على بوكينج دوت كوم. فأي حد عنده أسئلة ليها علاقة بالسفر ممكن يكتبها في كومنت على الفيديو هنا. اللي ما عملش لايك للبيج على الفيسبوك يخش يعمل لايك عشان يشوف بقية البوست والكلام ده. وممكن تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، وممكن تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. وممكن بقى لو عجبكم الفيديو يعني تعملوا له شير وكده عشان ناس تانية أكتر تشوفه وبتاع. وبس، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.